ما هو في سر ورا الموضوع بس انت مش عارفه. طبعا كلنا صحينا الصبح لقينا ماكرون بيجري في اسكندرية وكله بيجري وراه، Plantão na boca, eu vou pro baile curtir. Destino é casinha. والصحافة بعدها لقيناها غطت الخبر ده، وبعدها بيومين لقيناه بيجري في كينيا. هو بقى وهو بيجري في اسكندرية دخل من سيدي بشر على عيسوي على خالد بن الوليد. خد يا ولد حلقه من الناحيه الثانيه اهو خد يا ولد امشي كده من هنا لا حلقه عليه من هناك. ولسه بنحتفل بموسم الجري قام الراجل فتح واحد سبرنت دخل جرى على كينيا، ده طلع مجرم. والصحافة وراه بتحلق عليه. السؤال بقى بيقول هل ده صدفة ولا في رسالة استخباراتية نادية الجندية ورا الموضوع ده؟ خالتي بتسلم عليك. يعني ماكرون مش عارف يجري في باريس فقرر اللي هو بسبب مش عارف يجري في باريس نزل يجري في اسكندرية، وبعد ما جري في اسكندرية راح يجري في كينيا. مفيش سبب يعني؟ عدى عليك الخبر كده عادي؟ يكون عيد. اللي بيحصل دلوقتي مش زيارة دبلوماسية عادية وتحركات دبلوماسية عادية لباريس، اللي بيحصل هو محاولة فرنسية لفرض السيطرة على أفريقيا بس بشكل جديد. زي ما قلت لكم قبل كده في 2023 على صفحة محمود طلبة 2 إن الخريطة بتتغير والعالم بيتغير، وزي ما وضح رئيس الجمهورية المصري 2026 إن الخريطة بتتغير. هو ده اللي أنت بتتفرج عليه دلوقتي. الخريطة بتترسم، التورتة بتتقطع من أول وجديد، والمصالح بيتعاد ترتيبها، والملامح والوشوش بتتعامل بمفهوم جديد وبشكل جديد. وافريقيا جزء مهم جدا من شكل العالم الجديد، وفرنسا دولة تقيلة وعايزة تدخل على الخط في العالم الجديد. تدخل بشكل غبي ولا ندي المصطلحات شكل تاني مختلف عشان الناس تتقبلها؟ انا ما بعملش بوس الا لو كان في سياق الدراما. ففرنسا زمان كانت غشيمة تدخل افريقيا بالدبابات واللي يسلم عليها ما تردش، ربنا يتم بخير يا لمبي. الله يسهلك يا عم. انما دلوقتي داخله بالحب والكاميرات. ماكرون عارف ان صورة فرنسا الاستعمارية عبء، عشان كده ماكرون بيدخل من باب جديد، باب بيقول انا مش رئيس استعماري، انا قريب منكم جدا، بحبكم، بقعد في وسطكم، انا منكم يا جماعة. بخيت حنيدة المهيطة المرشح نفسه عمال عن الدايرة بتاعكم. طيب السؤال المهم بقى، ليه مصر وليه كينيا؟ خلينا نبتدي بمصر الاول، ام الدنيا. مصر قناة اتصال مع غزة، إسرائيل، السودان، ليبيا، ومصر عقدة أمن قومي أمريكي. بالنسبة لأمريكا مش مجرد دولة عربية، فأي تحرك بيحصل جوه مصر لازم يتراقب مراقبة أمريكية على كيفك. يبقى هنا واحنا بنقول ليه مصر لازم نقول التحليل الأمريكي. التحليل الأمريكي نظرته في تحرك باريس جوه مصر وجوه كينيا جوه مصر إن فرنسا بتحاول توسيع النفوذ بتاعها جوه الملف المصري، مستغلة بقى إن أمريكا منشغلة مع مين؟ مع الصين، مع إيران، مع روسيا، مع أوكرانيا. طب ليه مصر برضو؟ لأن فرنسا والغرب عارفين إن أي قوة عايزة تتحرك في المنطقة دي لازم تعدي على القاهرة، فلازم تركب مواصلة توديك مصر، لازم. يلا واحد مصر. يلا اعمل حاجه معانا واحد مصر الجمل فاضي جوه. هنا المصالح بتتصالح، فأنت تخش عن طريق مصر فتسهل لك حاجات، وانت في نفس الوقت مصر تخش عن طريقك في حاجات تانية ممكن نتكلم فيها في فيديو تاني وانت تسهل له حاجات. يبقى مصر مش بس شريك اقتصادي لكن قناة اتصال مع المنطقة كلها. ليه بقى كينيا؟ كده احنا عرفنا ليه مصر، ندخل بقى على ليه كينيا. كينيا هنا هتبقى اخطر من مصر من وجهة نظر الولايات المتحدة. كينيا، ودي نقطة مهمة جدا على فكرة، وافتكر المصطلح اللي انا هقوله لك ده، كينيا مركز عمليات غرب في شرق افريقيا ضد الصين. خليك فاكر المصطلح اللي انا اديتهولك ده كده اهو، عشان كمان سنتين انت هتشوف الحته دي. وممكن احط معاها كده برضو خلي بالك من جيبوتي والتحركات جوه جيبوتي. خليك برد افتكر بس اهو، الفيديو ده معمول في شهر 5 2026. افتكر اللي انا قلت لك ايه، الحته السطر اللي انا لسه قايله، قلت لك افتكر جيبوتي. كينيا وفرنسا ايد واحده. هنا بقى هيبقى في، بما ان انت داخل عن طريق مصر ومصر برضو داخله معاك، يبقى كده اما كينيا تدخل مع مصر وتحط ايدهم في ايد فرنسا، وبالتالي حطت ايدها بالتوالي في ايد مصر، يبقى هنا في ضغط على اثيوبيا. احنا عايزين نرجع حقنا بالحلال، مش هناخد حاجه اكتر من الحق. صليت على النبي. كينيا محور استخبارات ضد الارهاب في الصومال، ممكن نحط السطر ده. كينيا نقطه اقتراب من المحيط الهندي، والمحيط الهندي ده مهم جدا في الجيم اللي جاي. في العالم الجديد بقى، في العالم الجديد
اللي احنا بنتكلم فيه في الخريطة الجديدة، في الهدف الجديد، في التحركات الجديدة، الهدف منها بيقول ايه؟ اللي يسيطر على المواني والممرات البحرية اللي انت شايفها بقى، الخناقة اللي انت شايفها على هرموز، واللي انت شايفها معرفش في باب المندب، باب الدموع، واللي انت شايفها في قناة بنما، اللي انت شايفها في فنزويلا. تمام. يبقى اللي يسيطر على المواني والممرات البحريه والطاقه والحاجات دي، انت سيطرت على التجاره خلاص، انت بقيت قاعد على الطب. يبقى ركز معايا وافهمها الجمله دي عشان تفضل حافظها، عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. قولوا ورايا: اللي يسيطر على المواني والممرات البحريه كده بيسيطر على التجاره وعلى النفوذ وعلى الطاقه. تيكا 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 كينيا أمريكا عندها وجود استخباراتي وعسكري ضخم هناك، فلما فرنسا كده بتدخل بقوة يبقى أنت كده داخل بتتحرك إزاي؟ في مواني، في طاقة، في دفاع، احتمال قواعد عسكرية. يبقى في تحرك مصري فرنسي كده في الحتة دي، وفي تحرك برضو مصري في حتة تانية، بس أنا مش عايز أتفرع في إيه في النقطة دي. يبقى إحنا هنا إيه اللي بيحصل؟ يبقى كده باغي، مش باريس بقى اديها واحدة بالكرواسون، باغي بتحاول تدخل نادي السيطرة على الممرات البحرية العالمية، مش مجرد تجارة. باغي كرواسون بتدخل نادي تغيير الخريطة الجديدة. خد التقيلة بقى. ايه هتسخ بوسي؟ الصين بتكبر في أفريقيا اقتصاديا وأمريكا شايفة ده. روسيا بتتمدد عسكريا وأمنيا وأمريكا شايفة ده. اللي كان حاصل الأيام اللي عدت والسنين اللي عدت اللي فيه انهيار للنفوذ الغربي، وفرنسا بتحاول تلحق الانهيار ده وأمريكا شايفة ده. انت فاهم؟ عشان انت مش مركز معايا، انت مش خلي بالك انا بسأل ما بين السطور، خلي بقى اسئلتي مش دايركت، انا بجيب ما بين السطور، فكل سطر بقصه. يعني انا لما اقول لك في انهيار للنفوذ الغربي وامريكا شايفه ده وفرنسا بتحاول تلحقه، ده وراه فيديو، يعني ممكن تاخد الجمله دي تعمل عليها 40 فيديو، فانا مش فاضي انا بقى، انا بديك الكلام صح معايا. يبقى هنا مع الرغم مع كل تحركات ماكرون كده، يبقى نظرة أمريكا لماكرون، ماكرون كده خصم الأمريكا ولا مش خصم الأمريكا؟ ده سؤال بقى، اسأل بقى، جاوب بقى لو أنت مركز معايا. يبقى هنا ماكرون مش خصم الأمريكا، ولكن هو شريك، ولكن شريك مزعج، لأن باغي كرواسون بتحاول ترجع كشريك ولكن مستقل قبل تشكيل النظام الدولي الجديد اللي هو احنا اصلا فيه، بس ايه جوه المظله الامريكيه مش براها بالكامل. يعني ايه؟ خدني تحت ظل الشمسيه بتاعتك بس ما تحطنيش في جيبك، يعني انا معاك بس برضو ايه يعني مستقل شويه، اخد بالك انت فريلانسر، يعني باغي فريلانسر بس معاك. فبتحصل على طول يعني ايه، تحصل مناوشات كده خفيفة ما بين ترامب وما بين ماكرون. يعني هو ماكرون خلاص وترامب، يعني انت هو شريك ولكنه شريك مزعج، فما ينفعش تتكلم عليه. يعني ترامب بيطلع ساعات يتكلم مع انه خلاص ماكرون بيقوم بدور مهم، بس ترامب تلاقيه بيطلع يتكلم على ماكرون في ظهره كده، فماكرون يتضايق فيطلع يرد. انتوا بتتكلموا علينا ليه؟ الناس اللي انتوا بتتكلموا معاهم بيجوا يقولوا لنا. فامريكا مش ضده بشكل كامل، بس امريكا تخاف ان باغي كرواسون تعمل مفاوضات مستقله مثلا مع روسيا، او تعمل مفاوضات مستقله تفتح كلام مستقل كده مع نفسها كده 1 to 1 مع الصين، او تقلل من قوه امريكا جوه الناتو. ما في تحركات كده ممكن تقلل من قوه امريكا جوه الناتو. فواحد هيقول لي طب يا عم محمود طلبه، يا معلم محمود طلبه، طب ما كان يعمل القصه دي كلها من غير ما يجري في اسكندريه ولا يجري في كينيا يا معلم. انا متفهم سؤالك اخويا ومتفهم سؤالك اختي، كواحده قاعده عماله تتفرج على الاستاذه حنان وهي عماله تقول املي الشلته يا بيت، املي الشلته، مفيش دايت. بس الجري في السياسه الحديثه ليه معاني يا جماعه، لانه بيبقى جزء من صناعه صوره. يعني اوباما لعب باسكتبول، ماكرون طلع يجري، السيسي يركب دراجه، بايدن نفس الفكره دراجه وقع منها تقريبا، وبوتين يركب خيل. يعني في السياسة كده القائد الحديث لازم يكون فيه طاقة حيوية، نشاط، اكتف، بيقول انا هنا، انا موجود، القوة هي، الصحة موجودة. وكمان رسالة امنية غير مباشرة، بيقول لك فرنسا مرتاحة هنا، وهو عمل على فكرة كده في كذا دولة، فبيقول للناس والله انا ايه، انا مرتاح هنا، انا قاعد مرتاح هنا. زي ابراهيم نصر كده لما راح قعد قدام الجيران وقعد كده قدامهم وفرش في البيت، قال لهم يعني اللي هو مرتاح في الشارع كده. فين؟ استاذنت مين عشان تيجي؟ ليه يعني حضرتك استأذن مين؟ يعني كل الرؤساء بتعمل حركة اكتف كده. انا بقى لو بقيت رئيس جمهورية اركب الحنطور.
واتحنطر. كان معكم محمود طلبة، أعم المجال السياسي على اليوتيوب. ارمي الكارت يا حدوتة. طبل لي في التعليقات don't small me because I am already small. شير الفيديو يلا.